مرحبا بكم كالعادة في قناتكم المحبوبة. تبون يستقبل سانشيز. هل تطوي الجزائر وإسبانيا صفحة أزمة الصحراء المغربية؟ استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، في مستهل زيارة رسمية خاطفة تعد الأولى من نوعها منذ الأزمة الدبلوماسية التي هزت العلاقات بين البلدين منذ سنة 2022، وسط توقعات بأن تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة السياسية والاقتصادية بين الجزائر ومدريد. وأظهر التلفزيون الجزائري الرسمي مراسم الاستقبال الرسمي، حيث التقط الرئيس تبون ورئيس الوزراء الإسباني صورة تذكارية أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية قبل انطلاق المحادثات الثنائية التي تركز على ملفات الطاقة والاستثمار والتعاون الأمني والقضايا الإقليمية. وتأتي الزيارة بعد أشهر من استعادة الدفء للعلاقات بين البلدين عقب سنوات من التوتر الذي أعقب تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء الغربية المغربية سنة 2022، وهو ما دفع الجزائر حينها إلى استدعاء سفيرها وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، فضلا عن تجميد عدد من مجالات التعاون الاقتصادي. لنا عودة في الموضوع، ابقوا مع قناتكم المفضلة. شكرا وإلى اللقاء.